كنت قاعدة في السعودية لقيت جوزي داخل عليا بالاتنين دول وقال لي ماما بعتلك الهدية دي. قلت له بس كده ده من عينيا هعملهم. اول حاجة زي ما انتم شايفين كده بدأت ان انا اجهز الرز معايا هنا الرز بتاعي غسلته وبعدين حطيت عليه الملح واحط عليه مقدار المية بتاعتنا يكون ارتفاع عقلة صباع فوق الرز بالشكل ده. الرز انا بجهزه الاول عشان انا بحب الرز دايما يكون منقوع كويس عشان يديني نتيجة كويسة. اول حاجة بدأت بيها هي اني غسلت الرز ونقعته وهركنه على جنب. ندخل بقى على السمكتين اللي احنا مش عارفين هنعملهم ازاي. كلمت حماتي قلت لها يا ماما قولي لي اعمل السمكتين دول ازاي. بصراحة هي اكتر واحدة حببتني فيهم لان هي بتعملهم بطريقة حلوة جدا جدا. ما كنتش الاول بحبهم، دلوقتي بقيت بحبهم جدا بعد ما جربتهم منها. دي كده قراميط هي بعتها لي مغسولة ومتنضفة ومدبوحة بالشكل ده. ما شاء الله. فيها دهون ما شفتش زيها قبل كده من كتر ما هي نظيفة. شايفين؟ بتنضفها من جوه كده وبتفضي الراس بتاعتها والبطن وبتسيب لي بس البطروخ وكمان الدهون اللي فيها عشان دي بتدي طعم حلو جدا. وبعد كده هبدأ ان انا اقطعها قطع زي ما انتم شايفين كده على حسب استخدامكم. هنقعها على جنب في دقيق وملح وليمون. وهبدأ ان انا اجهز الصلصة بتاعتها. معايا هنا بقى كمية محترمة كده من البصل، وده سر اللي بيخليها حلوة جدا ان احنا نكتر لها البصل. حطيت بقى البصل بتاعي في الكبة كده هبدأ ان انا اقطعه عشان انا عايزة شوية بصل يكونوا كتير ويكونوا مبشورين كويس. ده اللي بيخلي معايا الخلطة بتاعتها تبقى مسكرة وفي نفس الوقت بيخليها حلوة جدا. معايا هنا كمان راس من الثوم حطيتها معاها بالشكل ده وهفرمهم مع بعض كويس. بعد بقى ما فرمت البصل بتاعي في صينية على النار، الصينية اللي هتعمل فيها هنحط فيها شوية من الزيت وهنزل عليها بالبصل بتاعنا. وهبدأ ان انا اشوحه، انا مش عايزاه ياخد لون، انا بس عايزاه يدبل بسيط. واول ما يدبل معايا هنزل عليه بعصير الطماطم. بس في الاول هحط عليه واحد من الفلفل نسيت احطه يتفرم معاهم في الكبة. فهقطعهم بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. الصينية دي أنا لقيت إن هي هتبقى كبيرة عليها، فنقلتهم بعد كده في صينية تانية صغيرة على قدهم. حسيت إن الصينية دي هيبقوا مش باينين فيها كده. تمام، وهتبقى الصلصة مش مغطياهم. فبعد ما حطيت الطماطم كده هحط عليها شوية من الملح وكمان كمون وكزبرة وكمان معلقة مهمة جدا من السكر عشان تخلي الصلصة معايا ما تعملش حموضة وتخلي الصلصة معايا تكون كويسة. هنا انا حطيت زي ما قلت لكم معلقة صغيرة من الكزبرة ومعلقة صغيرة من الكمون وكمان شوية من الملح. وهحط كمان معلقة صغيرة من السكر. وحطيت رشة من الشطة اختياري، لو انتوا مش حابين شطة استبعدوها خالص. هسيبهم مع بعض بقى يتسبكوا. وبعد كده هنقلهم على القراميط بتاعتنا بعد ما اكون غسلتها وصفيتها كويس. هنقلهم في صينية واسيبهم على النار لحد ما يستووا بالشكل ده. هنا انا كنت نقلتهم وولعت عليهم النار غلوا غلوتين بس. وبعد كده دخلتهم الفرن وطلعت معايا بالشكل ده. ما بتاخدش وقت خالص في تسويتها. جربوا الطريقة دي، انا واثقة ان هي تعجبكم زي ما عجبتني انا. والله فعلا ما كنتش بحبها قبل ما حماتي تأكلها لي بالطريقة دي، ومن يومها وانا ادمنتها. اي حد جاي من مصر لازم اقول لها انا وجوزي ابعت لنا معاه قراميط. اتمنى اكون افدتكم، ويا ريت لو عجبتكم تعملوا لها لايك وشير. باي باي.